بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا جمعوا كده يا بنات عشان هقول لكم على كل الاسرار والتكات اللي هتعملي بيها الكرومب بكل سهوله جدا وبالتفاصيل. هتتابعيني معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي احنا عملناه ازاي، وكله في حل واحده زي ما انتم شايفين. هيطلع عباره عن جمال في جمال، بسم الله ما شاء الله. وكان كمان الطعم تحفه. هقول لك على كل الاسرار وكل الخطوات بالتفصيل، تابعيني لاخر الفيديو وهتعرفي عملناه ازاي. هنبدا اول حاجه بان احنا نسلق الكرنب. اول حاجه بتجيبي الكرنب كده وتحطي ميه على النار عشان تبدا تغلي. واحنا هنا يعني فتحه الكرنب شلنا البوز اللي بيطلع فوق ده، شلناه بالسكينه وحفرنا مكانه حفره مكانه كده لاخر الكرنب، عشان لما احطها في الميه زي ما انتم شايفين كده مفتوحه من النص، عشان لما احطها في الميه توصل للكرنب من فوق، من فوق لتحت. بعد كده اول ما بتجيبي الكرومبه كده مش بتعمليها اول ما بتجيبيها على طول، بتسيبيها تدبل لتاني يوم كده عشان ما تتكسرش منك وانتي بتسلقيها. بتاخد 3 دقايق كده او دقيقتين على الميه لما بتغلي، بتكوني حاطه في الميه بتاعتها شويه كمون عشان تطلع الغازات من الكرومب. تقلبيها على الوش كده زي ما احنا عملنا دقيقتين 3 كده على وشها من تحت. بعد كده بتروحي قلبه الكرومبة على الظهر بتاعها، على القاعدة كده، وبتكوني مجهزة حلة فيها مية باردة. اول ما بتاخد كده على طول في ثواني، اول ما بتغلي غلوتين كده بيكون ال يعني الورق بيدبل، ما بتسيبهوش يستوي. عشان انا كان عندي اعتقاد زمان وانا صغيره ان الكرنب لازم يستوي في الميه، فكان ده يعني خناقه انا وماما اول ما بنعمل المحشي الكرنب. وبتفضلي تفك الورق كده ورقه ورقه، اللي بتاخد عليها غلوه بتروحي شايلاها اول ما بيدبل، بس ما بتسيبهوش يتهري اكتر من كده. وبتروحي حطاه في الميه البارده ديت عشان يوقف سواه تماما. وعملت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله. اول ما كل ورقه بتاخد غلوه كده عليها بتروحي مطلعاها وحطاها في الميه البارده دي عشان يوقف سواها تماما. بعد كده الخطوه الجايه هوريكي ازاي تقطعيه بكل سهوله. بتروحي ضمه الورقه كده وجايبه العرق الناشف ده او العرق التخين ده، وضمه الورقه نصين كده وتروحي شايلاه بالسكينه. بعد كده بتروحي ضماهم كده على بعض على بعض لغايه ما يعمل رول، وتروحي مسويه الاطراف وعلى قد صباعك كده بتقيسيها، او على قد المقاس اللي انت بتحبيه، وتروحي قطعه. بتروحي القطعه الورقه كده زي ما انا عملت كده، على مقاس 2 على مقاس 3 على حسب ما انت بتحبي التقطيعه بتكون عامله ازاي. وهكذا لغايه ما بتخلصي الكميه كلها، وبتحطي الورق اللي انت قطعتيه ده في مصفى. يعني ممكن تعملي الخطوة دي قبلها بيوم عشان ما يكونش الدنيا اتكركبت معاكي، وتكوني مجهزاه قبلها بليلة. وبعد كده بتكوني انتي تعملي لما تيجي تحشي المحشي او تبدأي في ان انتي تعملي محشي كرنب، بيكون كل الخطوات عندك سهلة، وكل المكونات موجودة، وكل حاجة جاهزة. بتروحي مسوية الاطراف كده لو مش كانت متساوية، وتكرري اللي انا عملته في المرة الاولانية بتكرريه تاني اهو على قد الصابع بالظبط، وتروحي قطعة. تقطعي ورقة الورقة يعني ممكن على 2 أو 3 على حسب حجمها وعلى حسب هي قد ايه، وبتحطيها في مصفى جنبك كده عشان تصفي المية بتاعتها كلها. بعد كده بتفضلي تعملي الحركة دي لغاية ما تخلصي كل الكمية. بعد كده بجيب الورقة اللي أنا قطعتها دي، وعلى قد ال4 صوابع كده، اهو المقاس اهو على قد ال4 صوابع بتروحي قطعة. او ممكن تسيبها رول زي ما هي وتروحي قطعه وانت بتحشي على قد ما انت حشيتي ولفيتي بتروحي قطعها وتكملي على كده. لكن انا بفضل الطريقه دي، بتسهل عليا جدا ان كل ورقه بتكون متقطعه على قد الصابع بالظبط، بتخلص معايا وبتنجز بسرعه. بعد كده بنبدا في خلطه المحشي. بحط كده الماده الدهنيه على النار حسب ما انت بتفضلي بقى، زيت او زبده. وبحط كده بقطع البصل مكعبات، وبكون فرمه توم مع الفلفل الحامي، وبفضيه على البصل لغايه ما بتدبل. اول ما بتدبل وبكون هرشه على البصله فلفل اسود وملح، بروح حاطه الصلصه، بسيبها مع بعضها كده تتسبك وتاخد السوى المظبوط بتاعها. بكون انا مجهزه الرز زي ما انتم شايفين كده، حاطاه في مصفى لغايه ما يصفي ميته خالص، وبخليه ياخد لفه كده مع الصلصه عشان يتشرب من الصلصه، وما تكونش الخلطه بتاعت المحشي فيها ميه خالص. لازم تكون يعني مش صيصه زي ما انتم شايفين كده، لازم افضل اقلب فيها كده على نار عاليه لغايه ما يكونش فيها ميه خالص، ما يكونش سايله كده، بتكون ناشفه شويه.
دي بتخلي المحشي طعمه حلو، وبتخليش فيه ميه كده يفضل ينقط ميه. لا، الخلطه كده بتبقى ناشفه وليها ريحه مختلفه. تفضلي كده على نار عاليه تقلبيها لغايه ما تنشف زي ما انتوا شايفين كده. شفتي لما بقلب الحله ما فيهاش ميه خالص، ولا فيها اي صلصه، ولا فيها اي ميه من اللي نازله من الرز ولا اي حاجه. خلاص الرز شرب الطعم من الصلصه. بعد كده بكون مجهزه المرتة دي. المرتة دي سر والدتي في المحشي، كانت لازم تعمله، وانا كان ده الفرق بين المحشي بتاعها واللي انا بعمله. بس ما عملته زيها خلاص بقى طعمه جميل. لازم اجهز بقى على جنب هنا البصل وعليه البهارات بتاعتي بقى، معلقه قرفه، معلقه فلفل اسود، معلقه شطه بكمون، معلقه توم مدقوق بفلفل حار. وهنا بكون فرمه طماطم وفلفل اخضر والبصل زي ما انتم شايفين كده. ولازم تفركوهم حلو مع بعض كده، وتنزلي بيه على خلطة الرز اللي على النار. وكمان بتكوني مجهزة الخضار، خضرة المحشي بقى، بقدونس على شبت على الكزبرة. انا بحب الكزبرة الخضراء جدا في المحشي، بتخلي ريحته جميلة. وتقلبي ده كله بعد بس خلاص بتكوني طفيتي النار عشان الخضار ما يتبلش. هو على بس على الحرارة بتاعة الرز هو كده خلاص بياخد كل حاجة بتلفها تاخد طعم بعضها. وبتخلي طعم الخلطة فعلا أول ما بتشم ريحتها بتكون تحفة خيال يعني، بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا الخطوة الثانية، جهزنا الورق بتاع الكرنب، وجهزنا خلطة المحشي. بعد كده لما تيجي تسقي المحشي لازم ما تسقيهوش بشوربه كده وخلاص، لازم تطعميها. بتقطعي بصله كده وفلفل حامي وطماطمايه، وبتحطي بهارات فلفل اسود وملح وقرفه تاني، وبتعمليهم على نار عاليه كده يتقلبوا لغايه ما يتبلوا. بعد كده بتحطي عليها الميه او الشوربه اللي عندك لغايه ما يغلوا مع بعض والبصله تستوي. الخطوة دي بتخلي فعلا طعم المحشي تحفة تحفة تحفة، لأن الشوربة أو المية بتكون متطعمة جدا بالبهارات وبالحاجات اللي انت عملتيها. بعد كده بنبدأ خلاص ان احنا نحشي الكمية بتاعتنا. بكون عاملة فرخة كده عندي، عشان كده بقول لكم كله هيبقى في حله واحده، مش هنخسر حاجه. ولا تفضلي بقى تغسلي في المواعين، والفرخه واللحم او اللحمه ممكن تعملها بنفس الطريقه. كله في حله واحده. بكون منضفاها كده ومجهزاها كويسه جدا، ورشيت عليها فلفل اسود وملح، وعملت قاعده تحتها بصل وفلفل وطماطم شرايح. وبدأت كده ان انا ارص ال الكروم زي ما انتم شايفين كده صوابع، ورصيت رصة كويسة. وما ما طولتش رز كتير في الحلة، لان ده اكتر حاجة بتعصبني. يعني تعمليها كده بالراحة، بتقطعي الورق زي ما انتم شايفين، او الورق المتقطع اللي احنا عاملينه. بتحطي كمية بسيطة من الرز زي ما انا عملت كده، وبتفضلي بقى تمسكي الرول وتلفي. والرز الزيادة زي ما انتم شايفين كده بتنفضيه وترصي على المحشي، وهكذا لغاية ما بتخلصي كل الادوار فوق الفرخة. ده كله فوق الفرخة لغاية ما بتساوي الحلة كلها، وبتخلصي الكمية اللي عندك او على قد اكلك. وبتعمليها بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده، زي رول بسيط بكل سهولة. ولكن يعني لابد ان انت تحكمي الصابع عشان لما تحطي الشوربة عليه ما يفكش منك. يعني انت بتلفي كده بالراحة، وتروحي جايبة لورا لورا لورا، تبرمي كده لغاية ما يبقى متماسك زي ما انتم شايفين كده. اول ما بتحطي عليه القعد ما بيفكش ولا اي حاجة. بعد كده التركة الأصلية في المقلوبة ديت، ان انت لازم تسيبيها نص ساعة بالوضع ده من غير اي قعد ولا اي شرب ولا اي حاجه، على نار عاليه لمده نص ساعه لغايه ما كل حاجه تسخن مع بعضها. الحركه دي مهمه جدا عشان المحشي بتاعك يطلع ليه طعم وريحته تحفه. لان كل حاجه لما بتغلي مع بعضها زي ما انتم شايفين كده، والطعم بيطلع من تحت من الفراخ والبهارات والبصل والطماطم والفلفل اللي تحت. وكمان المحشي كمان يسخن، يتحط عليه القعد ساخن اللي احنا عملناه قبل كده، شفتوه في اول الفيديو. زي ما كله بيغلي، ده بيغلي وده ساخن، فما بتديش فرصه لاي حاجه تتنفس. بتلاقي كله كده بيشكشك زي ما انتم شايفين كده، وبيغلي مع بعضه. بيدي صدمه وشكل حلو قوي للكرنب وللمحشي عموما. اي محشي اعمليه بالطريقه ديت وهيكون طعمه تحفه. وبتسيبيه على نار عاليه كده لغايه ما يستوي. او اخر نص ساعه بس، لما خلاص تحس ان القعد خلاص خلص من عليه، توطي النار يستوي بهدوء. بعد كده بتاكلي احلى حله محشي بالفراخ، طعمها
هتطلعها تحفة ومختلفة، وكل التكات اللي ممكن تطلعه ان هو ناجح. وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم الكرومب، تدوسوا لايك واشتراك للقناة، وبالهنا والشفا.